السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب جودة تقوى. اليوم راح أشارك معكم وصفة زلابية البنان مع أسرار نجاحها وكيفاه تجيكم مقرمشة. تابعوا معايا الوصفة. في هذه الوصفة في كسرونة نجيبو زوز كيسان تاع ماء يكون بارد، وزوز مغارف كبار تاع السيلة، وربع كاس تاع زيت، وقرصة ملح. ونحطوهم فوق النار حتى نشوفوا هذاك الخليط يبدا يغلي. غير يغلي طفيو عليه ونضيفوله مباشرة زوز كيسان تاع فرينة، ونخلطوهم لنشوفوا هذيك العجينة ولات لنا كتلة واحدة. وضيفوا لهم عظمة وانتم تقدروا ديروهم بالفوي، انا راح ندير بالباتور. تحلوا هذيك العجينة تجيكم عجينة طرية، بالباتور تجيكم اسهل. عينكم العجينة بعد ما ضربتها لهنا جيبوا لابوش وديروا فيها هذيك العجينة. شوفوا اليدوي اللي انا استعملته، ولهنا لازم الزيت يكون بارد. قصوا فيه هذيك على حسب واش تحبوا، انا درت صغار وكبار، قصيتهم صغار. أكد لكم على الزيت لازم يكون بارد. بعد ما قصيناهم تحطوهم فوق النار. نحطوهم فوق ذاك الزيت النار فوق تكون نار قليله، هادئه، ما تكونش قويه، ديروا على بس نار تحت هادئه، ما قدرهم تقويوش ليهم من النار، الداخل تبقى لكم بس نيه، تحت قدرهم وما لا ديروها ديروها نار لكم قليله. نيه. وتقلبوها حتى تشوفوا ذيك وندوروهم من تحت كيما حمارت. نشوفوا هذاك من تحت حمارت. شوف كيفاه يتنفخوا، شوفوا كيفاه يتنفخوا لكم. لازم النار تكون متوسطه. هذه هي اسرار نجاح زلابية البنان، تجيكم خير من تاع البرا. هذه هي أسرار نجاح زلابية البنان، تجيكم خير من تاع البرا، تجيكم مقرمشة ومعسلة. هاي لهنا بعد ما طابت من تحت، بعد ما حمارت نقلبهم. من المستحسن نقلبهم بالمغرف ونخليوهم يحمروا. اللون تاعهم يكون غامق شوية، دوك تشوفوا اللون تاعهم كيف هيكون. هاي لكم اللون تاعهم. لهنا نهزهم مباشرة للعسل يكون بارد. عاو العسل تخليوهم واحد 10 دقائق في العسل. هاي لهنا بعد ما كملتهم عسلتهم وزينتهم، جاو ما شاء الله مقرمشين. والتزيين يكون اختياري، انا درت فو بيستاش، تبقى تقدروا ديروا جلجلان. هامدكم الطوال. شوفوا روعة من الداخل، جو معسلين للقلب. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة،
ما تنساوش تجربوها وخلوا لي جا متعلقة على الفيديو، ونتلاقوا في الفيديو القادم. باي باي.